السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حالة من التربص القصوى بالنادي الأهلي. حالة تربص مش مفهومة ومش مفهوم معناها. والنهارده حابب أبلغ رسالة لجماهير النادي الأهلي والسوشيال ميديا النادي الأهلي والإعلام النادي الأهلي اللي بصراحة بقوا قليلين قوي وتقلص دورهم الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وغير مفهوم. يعني احنا الاول كان عندنا منظومه اعلاميه كويس جدا كنادي اهلي، يعني كان عندنا منظومه اعلاميه قويه جدا، ودي كانت من اسرار قوه ونجاح النادي الاهلي. المنظومه دي انا مش عارف ليه بتتقلص وليه بيقل دورها بشكل مقصود الفتره اللي فاتت او الفتره الاخيره. يعني اولا احنا سمعنا من كام يوم، مش بس من كام يوم، الفتره الاخيره اشاعات كتير جدا عن النادي الاهلي، عن اللي بيحصل في تمرين النادي الاهلي. اخرهم كانت مشكله عمر كمال اللي قال لك اتخانق مع اللعيبه في الملعب ودراعه اتفتح وشرايينه اتقطعت، وقصه كبيره جدا جدا جدا. طلع النادي الاهلي ببيان رسمي كذب اللي اتقال وقال ان اللي حصل كله ان اللعيب اتزحلق في الحمام وهو داخل الحمام، وهو ده اللي ادى لانه طبعا في له ازاز اتكسر وهو بيحاول يمسك في الباب، يعني فدراعه او ايده اتفتحت. يطلع اعلام الزمالك لا يكذبوا الرساله، يكذبوا بيان النادي الاهلي، بيكذبوا بيان النادي الاهلي الرسمي اللي هو النادي الاهلي اصلا مش محتاج يقول لحد ولا محتاج يعرف حد، ولا كان ممكن حد يعرف خالص. قصه وحصلت في التمرين، اذا حصلت في التمرين، لكن هي حصلت بعد التمرين اساسا واللعيب داخل الحمام والنادي الاهلي طلع بيان. هما بيكذبوا بيان النادي الاهلي وبيقولوا انه لا مش ده اللي حصل. اللي حصل ان اللعيبه اتخانقت. لعيبه ايه اللي اتخانقت؟ عشان اللي يؤدي في خناقه بين لعيبه، لان لعيب تتفتح ايده 15 غرزه زي ما قالوا، وفي الاخر اكتشفنا ان هم 5 غرز مش اكتر. ف في حاجه مش مظبوطه بتطبخ للنادي الاهلي علشان خاطر يوقعوا النادي الاهلي. وهم بالفعل الناس دي بقى اللي هم بيسموهم بقى ذباب الكتروني ولا بيسموهم لجان، الله اعلم ايا كان اللي بيتسمى يعني. بس هي منظومه اعلاميه كامله للزمالك، وعلى راسهم ميدو، خالد الغندور، عمرو الدرديري. هم اساس الاشاعات على النادي الاهلي، وهم سبب ترويج اي اشاعات على النادي الاهلي. فحابب اقول لكم ان امبارح طلع خبر، ده اللي بيأكد بقى ان الاعلام موجه لانه يوقع او للهدم في النادي الاهلي. امبارح طلع خبر ان مصطفى شلبي ودونجا في التمرين بتاع الزمالك كانت عركه في خماره، يعني صارت عركه وخناقه كبيره جدا بين مصطفى شلبي ودونجا، وجه محمد صبحي بيحوش بينهم وبيسلك بينهم وبتاع، لان كان في مد ايد يعني. محمد صبحي كمان، مصطفى شلبي كمان ضرب محمد صبحي. فين الاعلام من ده؟ الله اعلم، الله اعلم الروايه حقيقيه ولا مش حقيقيه، انا ما اعرفش، عشان انا ما بقاش بعمل زيهم وطالع اقول اشاعات. بس الله اعلم الحقيقه فين. حد بقى يطلع يقول لنا ان كانت حقيقه ولا مش حقيقه من الاعلاميين اللي طول النهار لب 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 على النادي الاهلي. فين بقى على الزمالك؟ مفيش اي اخبار والموضوع خلص وسكت وكأن ما حصلش اي حاجه. حابب اقول للسوشيال ميديا الاهلاويه، حابب اقول لاعلام الاهلاوي، حابب اقول لاداره النادي الاهلي ان الموضوع لازم يدار باحترافيه، لان في مشكله كبيره، واحنا اعلامنا او المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي لا اضعف من ما كانت. على الاقل اضعف من ما كان سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، كان بيطلع يقول كلمتين مختصرين يولع فيهم يحرقهم. لكن دلوقتي لا، هم كسبانين، هم اعلى منك اعلاميا، هم اعلى منك كسوشيال ميديا، هم اعلى منك كلجان الكترونيه. فضروري نشوف المشكله فين وضروري نقف على حلها. هو ده اللي كنت حابب اقوله النهارده، لان الموضوع مهم جدا جدا جدا. وحابب تاني اقول، حد يطلع يقول لنا حقيقه الخناقه اللي حصلت في تمرين نادي الزمالك بين مصطفى شلبي ودونجا ومحمد صبحي. هو ده كل اللي كنت حابب اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبنا ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلنا كل جديد. سلام عليكم.